تعالى سليمة. عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيب بابا. تعال. كشفت عليهم؟ الحمد لله. الدكتور طمني وقال لي انهم كويسين. انا عايز اطلب منك طلب. اتفضل. انا هاخد بس الولد علشان خاطر اختي عايزه تشوفه. طب واشمعنى ما تاخدش البنت كمان يعني يا عادل؟ هي عايزه الولد بصراحه وبتحبه، وانت عارفه ان هي ما بتخلفش. ماشي يا عادل، بس النبي ما تاخروش، انت عارف ما اقدرش استغنى عنه. لا ما تقلقيش ما تقلقيش، ادخلي انت، يلا ادخلي. اسكت بقى يا واد. انا كان نفسي في الولد قوي يا عاد، ربنا يخليك لي. تعالى يا حبيبي. اهو انا جبتهولك اهو. بالله عليك تخلي بالك منه بس كده. اكيد ماشي؟ اكيد ده في عينيا والله يا عاد. وانا يومين وهجيلك. يومين ايه يا عاد؟ امال انت عايزه ايه؟ ما انا هاخده ربيه يا عاد. امشي دلوقتي وانا هبقى اجيلك. ماشي يا عاد. في يا عادل، هو فين عمر؟ بقالك 4 ايام لحد دلوقتي ما جبتهوش، وده ما كانش اتفقنا. هجيبهولك. في ايه يا سليمة؟ عادي، هو اصلا عند حد غريب؟ انا مش حد غريب ولا قريب، بس ده ابني وحشني، وانا مش متعوده خالص كده ان انا اقعد من غيره. وبعدين البنت تعبتني قوي، عماله تعيط عايزه اخوها. يا سليمة انت عارفه ان هدير اختي محرومه من الخلفه، ايه المشكله يعني لو هي تربي الواد؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا عادل؟ انت رميتي البت كده ليه؟ وعلى فكره البنات برضو، البنات حلوين برضو وحنينين. والله هو احنا هننقي واد ولا بنت؟ الاتنين عيالي يا عادل، وانا مش هفرق بين حد فيهم. هو انا بقول لك ان احنا هنديهولها، يعني هي هتكبره وهتريحك. تكبره؟ ابني يتربى في حضني يا عادل. على فكره ده هي هتديني فلوس كتير قوي. ده انت لو تعرفي عرض عليا قد ايه، 1,000,000 جنيه هيغيروا حياتنا، وكده كده الولد قدام عينينا، يعني لما تحبي تشوفيه هتروحي تشوفيه على طول. انت عايزني ابيع ابني؟ ابيع ابني يا عادل عشان 1,000,000 جنيه؟ ايه اللي انا بسمعه ده؟ انا ما بقولكيش نبيعه، بس هي هتديني الفلوس يعني علشان خاطر ما بتخلفش. هات البت يا عادل، وعمر يجيلي، وان جيت النهارده من غير عمر انا هروح عند امي او ابويا. اتصرف يا عادل وجيب عمر. انا مش هعرف اروح اجيبه عشان هي بجد متعلقه بالولد قوي. ماشي يا عادل، انا هتصرف. انا مبسوطه قوي يا حبيبي ان انا خدتك. انا كنت عايزه الولد ما كنتش عايزه البت. ان شاء الله مش هفرط فيك وهربيك. ايه كوكو؟ طب يلا نفتح الباب. ايوه مين؟ بقى انت بتعرضي على جوزي 1,000,000 جنيه وتاخدي الولد؟ ايه البجاحه اللي انت فيها دي؟ خلاص يا سليمه، ده بقى ابني خلاص. ابنك يا بجحه، هات ابني. اوعي ايدك، انا مش هسيب لك الولد بالسهوله دي، بقول لك ده ابني. ايه اللي ابنك يا بجحه؟ ده ابن انا. وبعدين انت ازاي اصلا؟ ازاي انت واحده اصلا؟ ازاي عندك قلب؟ ازاي تبعدي عن امه؟ انا هاخد الولد وزي ما قلت لك هو ابني، فهمتي ولا لا؟ لا ما فهمتش يا هدير، وابني انا هاخده، وما خدتوش برضاك هاخده غصب عني. مستحيل تاخديه مني، بقول لك ابني. حرام عليكي، حس بيا. انا متجوزه بقالي 5 سنين وما خلفتش، نفسي في حته عيل. وانا مالي بالكلام اللي انت بتقوليه ده؟ ما لقيتيش غير ابني اللي تاخديه؟ حرام عليكي، البنت اصلا ما بتقدرش تقعد من غير الواد. سليمة عشان خاطري صدقيني والله هحافظ عليه وهحطه في عينيا وهربيه. وبصي وقت ما تعوزي تشوفيه تعالي شوفيه في اي وقت، وهو ما تخافيش عليه طول ما هو في حضني. انا ما شفتش حد بيعمل اللي انت بتعمليه ده. ازاي جايلك قلب انك تبعدي طفل عن امه؟ ازاي بجد جايلك قلب؟ انت بني ادمه انت. عموما يا هدير خلي الواد معاكي، بس تعرفي ان انا مش هسكت وهاخده، يعني هاخده. وهي طالما هي هتمشي بالعافيه ما انتش واخداه يا سليم. ماشي يا هدير، يا انا يا انت. خلاص يا حبيبي مش هتاخده، هتفضل معايا صدقني، هتفضل معايا. سيبها على الله يا بنتي، انا هعمل محاولة تانية واروح لهدير بنتي واجيب لك ابنك. بجد يا بابا؟ يعني انت ان شاء الله ممكن ترجعه لي علشان خاطري؟ انا مش قادره اقعد من غيره اكتر من كده. ده ابنك يا بنتي، واحنا هنخالف الشرع والدين؟ ما ينفعش طبعا، ده ضناك ولازم يتربى في حضنك انت. شفت يا بابا انت ازاي حاسس بيا؟ وعادل ابوهم عادي مش فارقه معاه، بيقول لي 1,000,000 جنيه هيغيروا حياتنا وموافق عادي. انا ما شفتش اب في الدنيا يبيع ضناه علشان إيه يعني؟ انا مقدره ان هدير ما بتخلفش وانها نفسها تحس احساس الامومه، بس انا ما اقدرش اسيب لها ابني. والله العظيم انا حاسه بيها، وانت عارف انا بحبها ازاي، بس مش لدرجه ان انا اسيب لها عمر، يعني انت فاهمني صح؟ ما فيش ام في الدنيا تستغنى عن ضناها يا بنتي. خلاص يا بابا انا هسيب لك الموضوع ده علشان خاطري، حاول تتصرف. طب انا عشان ارضي ضميري امام ربنا انا راح اجيب لك ابنك واد. يا رب يسمع من بقك ربنا. ماشي يا بنتي؟ ماشي. السلام عليكم. يا رب يجيبه يا رب. اسمعي يا هدير،
اللي انت عملتيه ده ما ينفعش خالص. عملت ايه يا بابا؟ عملت ايه انا؟ عامل حسابك ان انا اخد الواد اديه لامه؟ لا طبعا، عمرك مستحيل تاخده مني. مستحيل ان انت تكون قلبك ده قلب ام. ازاي؟ ده زمان امه دلوقتي يعلم بقى ربنا دلوقتي. هو انتوا كلكم مش عايزين تفهموني ليه؟ انا نفسي احس بالامومه. انا فرحت قوي لما عادل جابهولي. بالله عليك ما تحرمني من حاجه زي كده، سيبهولي. انت نفسك تحسي؟ امال هي بقى هي اللي والداه وشالته في بطنها 9 اشهر. حرام عليكي يكون في وانا دلوقتي. اسمعي يا هدير، انا هاخد الواد اديه لامه. عشان خاطر بلاش يا بابا والنبي. كنت عايزه ربنا يرضيك يا بنتي ويلبي لك طلبك. سيب الواد يروح لامه. ماشي يا حبيبتي؟ عندك حق تعالى يا يا بابا. حبيبي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بابا استنى ابوس النبي قبل ما يمشي. ماشي يا بنتي. خلاص بقى يا هدير، يلا السلام عليكم. عمر، انت جبتهولي؟ طبعا. مش ربنا ابنك. يخليك. انا مش عارفه اقول لك ايه، والله العظيم انا كنت هتجنن عليه. حبيبي انت كويس؟ وينفع؟ رجعت لماما يا قلبي. وينفع في ام تستغنى عن دمها؟ انا طبعاً كنت لا. عارفه ان انت اللي هتتصرف في الموضوع ده. ربنا يخليك ليا والله، ما تحرمش منه. يا بنتي ده ابنك، وحقك عليا في اللي عادل ابن عمله. ولا يهمك يا بابا، انا ما اعرفش هو ازاي عمل كده. الحمد لله ان ابني حبيبي رجع لي في حضني، دي اهم حاجه عندي دلوقتي. مش عارف ايه اللي جرى لعادل ابن الصراحه. طب خش زارنا يا اهلي بابا. في حاجه. لا ده انا وراه مشوار يا بنتي. يعني هتيجي ماشي؟ تمشي كده على طول؟ انا عارف ان قلبك كان تعبك علشان ضناكي، فاضطريت ان انا اجيبهولك. ماشي؟ ربنا يخليك يا رب، ما حقك على- تحرمش مني. حقك عليا يا بنتي. السلام عليكم. رجعت لماما يا حبيب قلبي، وحشتني يا روح. وايه